في الماركتينج بقالي 15 سنة، من أيام ما كنا بنعمل الإعلان ب100 جنيه وب25 جنيه وب50 جنيه، وكان بيفرقع الدنيا كلها. بس دلوقتي بعد 15 سنة في المجال، دلوقتي بقول لك إن المحتوى اللي أنت بتظهر بيه دلوقتي هو العامل الرئيسي لنجاح إعلانك. يعني دلوقتي بلاتفورم زي جوجل أو فيسبوك أو تيك توك كلهم بيشتغلوا بألجوريزم واحدة، اللي هي تعرف سلوك العميل، وما بقاش صعب اللي انت تلاقي العميل بتاعك فين. لكن الربك بقى على لما تظهر قدام العميل ده، هل انت ظاهر بمحتوى قوي؟ هو ده اللي هيحدد مبيعاتك. فنصيحة مني، لو عايز تستثمر، استثمر في المحتوى وادفع فلوس اكتر في اللي انت تعمل فيديوهات مؤثرة ومحتوى قوي. ده اللي هيخلي مبيعاتك تزيد. لكن لو ركزت في التارجتنج والمحتوى بتاعك ضعيف، المبيعات عمرها ما هتزيد بقى.